أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في قناتكم شايمي برو. إخوان أخواتي، اليوم جبتكم خبر زوين وعاد جديد الإخوان. فتم المصادقة على تأشيرة سياحية، عوض ما تكون يعني تأشيرة سياحية غتكون غير يعني كاع الدول الأوروبية، يعني غتكون كل وحدة تدفع السياحة الفيزا ديال السياحة ديالها بوحدها. فما غاديش تكون على الإخوان، غادي يكون يعني فيزا موحدة سياحية موحدة. كاع الناس يستافدوا بهذه النقطة هذه، فسواء تجار ولا موظفين فغادي يكون عندهم الفرصة أنهم يجيو لأوروبا ويتسراو مختلف الدول الأوروبية. ومن بين هذه الامتيازات ديال هذه المصادقة على هذا التوحيد، يعني هذا الفيزا هذه باش الناس يجيو يعني يتسراو كاع الدول الأوروبية. فكاين واحد الامتياز واحد آخر اللي هو زوين. شنو هو؟ وهو ان ما يبقاوش يمشيو للقنصليات ويبقاو يبيديوها من القنصليه. دابا غادي يوليو يقدروا يدومانديوها غير من خلال موقع اونلاين، يعني يمشي يجيب هذيك الوريقات اللي خاصين يتسكاناو وكما يقولوا يصيفطهم في هذا الموقع هذا. ولا ما كانش كيعرف انه يدير هذا الاجراء هذا، فالوكالات راهم موجودين باش يساعدوه انه يدفع لهذا الفيزا هذه. خوتي خواتاتي، ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو، وهذا الخبر هذا بطبيعة الحال فرحني، وعلاش لا ما يفرحش بزاف الناس منهم اللي غادي يدفعوا اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصلوا هاد الناس، وديرونا لايك بطبيعة الحال تشجيع لهذا العمل اللي كنديروه الخوت. والله يحفظكم ويحفظ وليدات المسلمين. تهلاو في راسكم، الى الملتقى والى موعد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.